هنعمل مع بعض النهاردة لمة العيلة بمناسبة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. هنعمل وليمة. عندي هنا اول حاجة عصير طماطم وعصير بصل، طبعا منزوع التفل، والتفل بتاع البصل هحتفظ بيه عشان هقول لكم ليه. عليهم ربع كوباية خل، وزيهم عصير ليمون، وكمان كوبايتين زبادي، معلقة عسل نحل كبيرة، والمنكهات اللي عندي فلفل اسود وكزبره ناشفه وسبع بهارات وجوز الطيب وكبابه صيني والملح حسب الرغبه. هقلب كل حاجه عندي لحد ما كل حاجه تتجانس وتدوب. هزود 3 معالق كبار زيت نباتي. انا هزود شويه شطه، دي حاجه اختياريه بس انا بحب الاكل يكون سبايسي. وكده تكون الخلطه جاهزت معايا. عندي هنا التتبيله دي لكل الحاجات اللي انا هقول لكم عليها. ده منديل عشان ناويه اعمل شويه طرب، هحطه كده علشان خاطر يبتدي يتنقع معايا. وعندي هنا ريش، انا جايبه من كل حاجه نص كيلو، وده كان عندي عرق فليتو اللي هو بيتعمل للشوي مخصوص عشان يدوبك بيشم النار، بيستوي على طول. انا هحطه كده برضو. واخر حاجه هحطها في التتبيله دي فرخه كده صغيره كنت جايباها للشوي، غسلها كويس بالملح والخل والدقيق وفتحتها من النص. ممكن مطلق الحريه ان انت تقطعيها اجزاء او تخليها كامله كده. انا فتحتها من النص وهسيبها كده كامله، ممكن اقطعها وانا بشويها. هسيبها برضو تتنقع عندي كده في التتبيله. اهم حاجه بقى ان انتوا تخلوها في التتبيله على قد ما تقدروا، يعني يا ريت تعملوها قبلها بيوم، عشان كل ما قعدت في التتبيله كل ما الطعم هيبقى اغنى والتست هيبقى اعلى في الشوي. دي كده اول وصفه عندي جهزت للوليمه، وبعد كده نجهز للوصفه التانية. الوصفه التانية عندي هنا لحمه مفرومه، انا جايبه نص كيلو على ربعين، عليهم قطعة ليا مبشورة. انا بفرزها في الفريزر وببشرها بالمبشرة بتاعة البصل. وده التفل بتاع البصل اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا خدت العصير بتاعه للكباب والطرب والفراخ. المنكهات بقى سهلة خالص. عندي بيكنج باودر علشان تخلي الكفتة هشة وما تبقاش مكتومة، 7 بهارات وفلفل اسود وكزبرة ناشفة والملح حسب الرغبة. ولو عايزة كمان تزودي الكمية ممكن تحطي برغل، بس انا للأسف البرغل مش متاح عندي. انا هدي بقى ضربة كله كده في الكبة، تبقى الوصفة التانية جاهزة بالنسبة لي على التسييخ على طول والتشكيل. حبيت اوريكم بس شكلها بعد الضرب. بصوا بقت عامله زي الخيوط والانسجه كده دخلت كلها في بعض. هو دي الكفته السليمه وهتبقى ناجحه معاكي، مش مكتومه وهتبقى هشه جدا. انا هشيلها بقى في التلاجة وهشكلها وقت السوا. نيجي بقى للوصفه الثالثه والزغلول الكبير. مفيش وليمه بتخلى من المحاشي. انا عندي هنا طاسه فيها سمنه على زيت وفصين مستكه. هنزل كده ببصلتين كبار محترمين، عليهم رشه فلفل اسود. انا عملت المحشي معاكم قبل كده بطريقه ني في ني في فيديو من الفيديوهات زمان، بس المره دي هعمله معاكم بالطريقه الاصليه بتاعته اللي هي الضلمه. البصله عندي خدت لون ذهبي. هنزل بقى بعصير الطماطم، عليها كمان معلقه صلصه طماطم عشان القوطه عندي لونها اخضر شويه، معلقه كبيره هريسه دي اللي انا عملتها معاكم قبل كده. نسيت اقول لكم بس ان انا ضربت مع الطماطم قرن فلفل حراق، ده لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي. نقلب كل دوت مع بعضه ونهدي عليها النار لحد ما القوطه تتسبك مع البصل وتدخن. بعد كده اقول لكم نعمل ايه. الصلصه عندي اتسبكت. السر بقى اللي يخليك تجيلك المحشي ريحته من اخر الدنيا هي البهارات، دي سر الخلطه. كمون وكزبره وفلفل اسود وملح حسب الرغبه وتوم بودره وبصل بودره وبابريكا، وكمان 7 بهارات وجنزبيل ورشه جوز الطيب وكمان حبهان بودر ورشه قرفه وكمان نعناع ناشف، ويا سلام لو كان اخضر يبقى تحفه. انا هقلب كده كله مع بعضه. بجد بجد الريحه قلب المكان. كنت اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين معايا عشان تشموا الروايح التحفه. خطوه بس هعملها، هاخد كده معلقتين كبار من الصلصه دي، هقول لكم ليه. وبعد كده ابتدي احط الخضره بتاعه المحشي اللي هي عباره عن كزبره وشبت وبقدونس اخضر من كل حاجه كده حزمه. ما تقلقوش الخضره مش بتمرر خالص، بالعكس دي بتدي تيست عالي جدا كل ما الخضره كانت اكتر. والرز عندي مغسول كويس ومتصفي من الميه، وابتدي اديله تقلبتين 3 واطفي النار وابتدي بقى احشي، بس لما الخلطه تهدى شويه عشان اقدر استحملها على ايدي. هبتدي كده حشو بسم الله. طبعا الخلطه دي تمشي معاكي اي نوع محشي، ورق عنب كوسه بتنجان فلفل
يعني بجد خلطة جبارة. ممكن كمان تحطي سيكة دبس الرمان او معلقة قهوة عربي، هتبقى كمان تحفة وتحفة. انا هحشي بقى كل الكمية وبعد كده اقول لكم بقى الوصفة اللي بعدها. دي هنا قعدت في التتبيلة الليلة كاملة. انا حطيت الفراخ والريش والستيك كمان في الاير فراير. انتوا تقدروا تحطوها في الفرن علشان ننجز في الوقت. دي هحطها، والكفتة والطربة هحطهم على الفحم، وعند ما دي تدخل في السوا هروح احطها على الفحم كمان عشان خاطر تتجنس وتبقى نفس طعم الحاتي بالظبط. انا زي ما قلت لكم ممكن كلهم الطرب والكفته والفراخ واللحمه تتحط كلها في صينيه في الفرن او في الاير فراير، وعند ما تستوي نديها بس كده صدمه على الفحم. بس انا عشان انجز الوقت حطيت عندي في الاير فراير الفراخ واللحمه والكفته والطرب زي ما شكلتهم كده، بس انا عشان انجازا للوقت وما طولش فتره الفيديو اكتر من كده قلت ايه اشكلهم اسرع. الكفته والطرب هحطهم على الفحم. طبعا انا عملت شوايه الفحم قدامكم قبل كده في كذا فيديو، فتقدروا برضو انجازا للوقت تنزلوا تبصوا بصه كده عليها. عند ما دي تدخل في السوا يعني توصل ل3/4 سوا كده هطفي عليها الاير فراير، وبعد كده هكمل سواها على الفحم بس عشان يديني انجاز في الوقت. الشوربه اللي هسقي بيها المحشي لو متاح شوربه يبقى تمام، لو مش متاح شوربه يبقى عندي هنا ميه بتغلي واحط فيها الصلصه اللي انا احتجزتها من الخلطه بتاعه المحشي. عايزه اقول لكم بتدي تيست عالي جدا، وهظبط طبعا الملح بتاعي بس ابقى عامله حساب الملح اللي انا حطيته في قلب الضلمه. وهسقي بيها المحشي. انا عندي هنا حله الورق العنب والبتنجان حطهم في حله، هبتدي كده اسقيها بالشوربه اللي انا عملتها قدامكم. هي كده بالظبط تمام، لان كده الميه واصله لكل الاجزاء بتاعه الحله. كمان الحله التانية اللي فيها الكوسه والفلفل وبقيه البتنجان كده برضو الميه واصله عندي تمام عشان اثناء السوا. هسيبهم بقى يغلوا هما الاتنين، وعند ما ياخدوا غلوتين تمام ههدي عليهم النار لحد ما يكمل سواهم. هنا بحط الكفته والطرب في الشوايه. لو انت مش متاح عندك الاير فراير ولا الشوايه الفحم مفيش مشكله خالص، تقدري تحطيهم كلهم في صينيه وتدخليهم الفرن، وعند ما يستووا وياخدوا اللون تولعي فحمايه كده وتحطيها في قلبهم. بس انا كده بالنسبه لي بعلي التست اكتر وبيديني نفس الطعم بتاع الحاتي بالظبط. بس شكله وهو بيستوي هو مش بياخد معايا وقت، يعني 7 دقايق على الجنب ده و7 دقايق على الجنب ده، وبعد كده هتكون الفراخ واللحمه استوت. هديها برضو بقيت سواها في الفحم عشان يعلي التست اكتر. كده بقى كل حاجه جهزت قدامكم، هستنى كل حاجه تستوي وبعد كده بقى اقدمها لكم بشكلها النهائي. الفراخ حبيت اوريكم بس شكلها بعد ما خدت 3/4 سوا في الاير فراي، حطيتها بكمل سواها هنا على الفحم. عندي هنا شويه سجق هرصهم كده برضو. هي دي اخر وصفه هقول لكم عليها. انا عملت رز اصفر بس برضو عشان الفيديو ما يبقاش طويل زياده عن اللازم ما حبيتش اصوره لكم. انا عملت لكم الرز ده قبل كده في فيديو، برضو تقدروا تنزلوا تشوفوه كده في السريع. دي التتبيله اللي انا حطيت فيها الكباب والفراخ والطرب. بس كده تاخد ريشه على السجق ويتشوح من الجنبين، هتاكلوا احلى وليمه في الدنيا. تكون الوليمه جهزت معايا مكونه من كفته وطرب وكباب وبتنجان وكوسه وفلفل وورق عنب وسجق. عايزه اقول لكم طبعا وفراخ اساسي. عايزه اقول لكم بجد بجد الوليمه تشرف. اتمنى ان انتوا تجربوها، وكل سنه وانتوا طيبين بمناسبه رمضان. ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.